السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الزمالك العظيم، أعظم جمهور في الكون، أعظم جمهور في الكون. أنا اتعمدت إن أنا أطلع بتيشيرت نادي الزمالك النهاردة، طبعا بعد الهزيمة امبارح من نادي الدولة، الهزيمة امبارح تاني من نادي الدولة، عشان ده أعظم حاجة في البلد دي، ده أنضف حاجة في بلدنا. نادي الزمالك أنضف حاجة في بلدنا، بس للأسف انضف حاجة في بلدنا بيحصل معاها كده. انضف حاجة في مصر بيحصل معاها زي ما احنا شوفنا. النهاردة رحت الشغل طبعا، وطبعا اصحاب الاهلاوية بقى مستنيني عشان يحفلوا ويتريقوا ويزيطوا كالعادة، ويزيطوا كالعادة. المهم دخلت وبتاع، والزيطة اشتغلت والزمبريطة، عارفين ان انا زملكاوي متعصب ومجنون، وبطيح فيهم على طول، عامة بطيح فيهم على طول وما بسكتش. طبعا كله ايه فينك السوبر مش السوبر. طب بدأت اتكلم معاهم طب ايه انت مش مكسوف؟ يقول لك كسف من ايه؟ ده احنا خدنا منكم السوبر. يا ابني انت مش مكسوف؟ انت كسبان برضو بالتحكيم، انت خدت البطولة بالتحكيم. تحكيم تحكيم ايه؟ ويضحك. المشكلة بيقول لي كده وبيضحك، يعني عارف ان هو كسبان البطولة كالعادة زي أي بطولة بيكسبها، وبيضحك وفرحان وسعيد. يقول لي تحكيم فين؟ أقول له كورة، ده أنا حتى كورة أشرف بن شرقي دي ما كنتش لسه عرفت إن هي جت في إيده. جت في إيه؟ مش زي بتاعة الجزيري، بس جت في إيده. المصيبة إن هي جت في إيده، جت كده وإيديه كده وإيديه جنبه كده، يعني لمست إيديه برضه. والفار ولا هو هنا. يقول لي ايه ازاي مش ازاي؟ لا 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 لا، انت بتقول اي كلام. انت عندكم عقدة الاضطهاد كالعادة، عندكم عقدة الاضطهاد. المهم برضو، طيب سيبك من كرة اشرف بن شرقي، ماشي يا عم. طب الزقة بتاعت محمد هاني يشيكو بنزا جوه منطقة الجزاء، ايه؟ يعمل كده ايه؟ محمد هاني زق شيكو بنزا جوه منطقة الجزاء.